مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. حاجة كده يدوية بسيطة قوي، زي تحولي شنطة وكاب من حاجة رخيصة وملهاش قيمة لشنطة براند وطالعة موضة جدا. دي الطاقية، هي خوص على فكرة، بتتباع موجودة في أي مكان بتاع طواقي، هتلاقوا في أي محل من اللي بيبيع الاكسسوارات. والشنط الخوص طبعا طالعة ترند جدا يا جماعة السنة دي. برضو أنا جبتها سادة خالص، مفيهاش اي شغل خالص زي ما انتم شايفين كده. الادوات بقى اللي معانا، شايفين الاجنحه دي برضو ممكن تجيبوها من اي محلات الاكسسوارات، في منها كل الالوان. انا عجبني قوي السيلفر، وعجبني كمان الجولد، لان هم طالعين موضه قوي. في اشكال تانية، وطبعا الشمع معانا ده زي اطار كده، شراشيب بتباع برضو، في منه اشكال كتير. انا جبت اللي عجبني، طبعا انتي كل واحده وذوقها. تمام، هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هنجيب الكاب، وابقى مسخنه طبعا مسدس الشمع كويس جدا. هنبدا بقى نشتغل على الاطار بتاعها ده، اللي هو الشراشيب دي. تمام، هبدا يعني احطها عليها داير ما يدور، حاجه بسيطه جدا. هنبدا بقى نثبتها كده. طبعا نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنشتغل بالشمع عشان لسعته تبقى قويه. تاني حاجه كمان، اهم حاجه في الموضوع الفينش، لازم الفينش يبقى كويس جدا ومظبوط، ما يبقاش فيه اي شمع خارج بره الاطار ده، عشان دي حاجه المفروض هتلبسيها في مصيف او في حفله، فالمفروض شكلها ما يبقاش فيه اي زوايد، والشغل يبقى نظيف دايما. نبدا بقى نثبتها كده. طبعا في انواع كتير من الصمغ ممكن تستخدميها لو مش متاح ليكي الشمع، بس هو احسن حاجه الشمع لانه سريع وبينشف على طول وبيثبت. ما خدتش في ايدي اكتر من دقيقه ونص، بحيث انها بتتباع بره باسعار خياليه على فكره. نبدا بقى نثبت كده كويس جدا. وفي طبعا اي زوايد بعد كده انا بشيلها يعني بنضف بعد ما بخلص شغل. انا كده بثبت كويس جدا. خلاص دي الزياده هنا، هبدا اجيب المقص بقى واقصها. بالشكل ده كده، وهنبدا بقى نثبتها عشان نقفلها على كده. نضغط بقى كويس جدا لغايه ما تثبت. طبعا لو انت عايزه تزودي ورود، لو عايزه تزودي اي حاجه انت وذوقك، بس انا عن نفسي بحب الحاجه السيمبل جدا، ما بحبش الشغل يبقى كتير. خلاص نمسك بقى نشوف بقى بعد كده هنعمل الشنطه. زي ما انتم شايفين الشنطه فاضيه خالص، ما فيهاش اي حاجه. طبعا هي ما بتتباعش في الاسواق ساده كده، بس انا دورت بقى لغايه ما لقيت محل بيبيعها جمله، فقلت اجيب منها كميه واعملها. هنبدا بقى نمشي على الاطار بتاع الشنطه بس من فوق، يعني انا بقول لكم بحب الحاجه السيمبل. هنمشي على الاطار بس، هثبتها وهاجي اوريكم انا عملت فيها ايه. ده بعد ما خلصت الاطار، مسكته على الشنطه من فوق داير كده ما يدور. طبعا خليت بالي كويس من الايد ما جتش جنبها. واهم حاجه زي ما قلت لكم يا جماعه، الفينش لازم يبقى كويس جدا. انا هنا كنت محتاره اركب انهي لون، الجولد ولا السيلفر، قلت اجرب بقى. حطيت الجولد عليها، عجبني بصراحه لان انا كنت مايله له اكتر، حاسه ماشي مع لون الخوص ومع لون الاطار اللي انا حطاه على الشنطه اكتر من السيلفر. شايفين؟ برضو عايزاكم في الكومنتات تقولوا لي انتوا كنتوا شايفين انهي احلى، الجولد ولا السيلفر. طبعا دي زوايد خيط في الاخر بعد ما بخلص هنظبط الدنيا كلها. ده برضو الجناح اللي هو السيلفر. الاجنحه دي طالعه موضه جدا يا جماعه، ترند قوي على الشغل بتاع الشنط والعبايات واللبس كمان. هي برضو السيلفر بتاعتها حلوه، بالرغم ان الشنطه على بيج، بس برضو السيلفر حلو. بس انا قلت خليني اعملها جولد عشان تمشي مع الصندل كمان. ممكن
ممكن برضو تحطي اي حاجة تانية، ممكن مثلا تجيبوا تعملي اسمك عند ورشة نحاس، تكتبي في اشكال فرعونية حلوة، يعني في اشكال كتير جدا. بس انا ده ساعتها اللي عجبني. هنا بعد ما خلصت وثبت الجناح عليها، شايفين شكلها طبعا اتغير شكلها خالص، الشنطة والكاب اتغير شكلهم تماما بعد ما عملنا الشغل، مع انها حاجة بسيطة جدا اللي استخدمناها